يبدو أن الحافلة المنتخب المغربي وصلت الآن، وهي الشرطة تدخل لمقر الفندق. أول دراجة نارية، من بعد هذه الأضواء للشرطة، من بعدها سنرى الحافلة المغربية. هذا هو الجدار الأمني الذي سيفتح الطريق لحافلة منتخب المغرب. كما تراهم رجال الأمن يصطفون الآن ليفتحوا هذا الطريق ليكون الدخول بشكل سلس للفندق. منذ حوالي 2.5 ساعات انتهت هذه المباراة. هذا هو الحافلة المنتخب المغربي، نراها من الخلف. هناك سيارات شرطة، سيارتان للشرطة، ومن ثم البعثة المغربية، الباص الأحمر. ها هم اللاعبون، ها هو يدخل على يسار الشاشة، ويدخل المنتخب المغربي يدخل ويصل للفندق بعد 2.5 ساعات من انتهاء المباراة. نرى الجمهور المغربي، الجمهور العربي بالهواتف يصورون، ينادون، ينشدون ويحيون يحيونهم من كل الأنحاء. تراهم يركضون وراء هذه الحافلة، يركضون وراءها ليكونوا شهود على هذا الحدث التاريخي للمغرب ووصوله لنصف النهائي. طبعا عذرا على تحريك الكادر بهذه الطريقة، لكن نحن نحاول أن نصل للصورة، أن نصل للمغرب العربي والمنتخب، ونكون شهود على هذا الوصول التاريخي للمنتخب المغربي من بعد الفوز على البرتغال. الآن بعد حوالي 2.5 ساعات بعد الخروج من الملعب من الثمامة، الرحلة وصلت إلى هنا، الحافلة وصلت إلى المقر في الدوحة. وكل هؤلاء الشبان، كل هؤلاء العائلات، كل هؤلاء العرب من شتى الجنسيات، وهم يحاولون أن يخطفوا الصورة، أن يكونوا شهداء على هذه اللحظة وهم يغنون. ربما نسمع صوت المشجعين. إذن هي هذه اللحظات التي كنا ننتظرها منذ حوالي 2.5 ساعات، أن يصل المنتخب المغربي بالزغاريت المغربية، بالأهازيج المغربية، بالصور. مئات من الهواتف المحمولة تسجل هذه اللحظة، يسجلونهم. الصورة تتحدث عن نفسها بالتأكيد. نعم إبراهيم، نجوم المنتخب المغربي أيضا يرقصون مع الجماهير فرحا بالأداء الذي قدموه، والرحلة مستمرة للمنتخب المغربي. والرحلة سجلها اليوم أنصيري في الشباك البرتغالية، وأحرز الهدف الوحيد في مباراة ربع نهائي بين المنتخب المغربي والمنتخب البرتغالي ليعلن عن تأهل المغرب وتأهلها إلى الدور نصف النهائي. نعود من جديد إلى هذه الصور من مقر إقامة المنتخب المغربي، والجماهير المغربية والعربية والإفريقية الفرحة بهذه النتيجة، تحيي اللاعبين، ترقص مع اللاعبين، تعبر لهم عن مدى فخرهم بالإنجاز الكبير الذي قدمه اللاعبون طوال 90 دقيقة في هذه المباراة، وطوال أيضا المباريات الماضية، وصولا إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ المغرب، لأول مرة في تاريخ منتخب إفريقي، لأول مرة في تاريخ منتخب عربي يصل إلى هذا الدور، ولأول مرة بمدرب عربي الوصول إلى هذا الدور. مدرب محلي، مدرب مغربي، حمل المغرب إلى هذا الدور رفقة مجموعة من النجوم واللاعبين
المغاربة من الدوري المحلي المغربي ومن الدوريات الأوروبية الكبرى. قدموا معا هذه الدقائق 90 في مباراة البرتغال، 120 دقيقة أمام إسبانيا، 90 دقيقة أمام المنتخب الكندي، 90 دقيقة أمام المنتخب البلجيكي، و90 دقيقة أمام المنتخب الكرواتي على أعلى مستوى. أقوى خط دفاع في هذه البطولة لغاية اللحظة هو المنتخب المغربي، استقبل هدفا وحيدا طوال هذه البطولة. أفضل الفرق دفاعيا في نصف النهائي لغاية هذه اللحظة، بانتظار أيضا المباراة التي تجري حاليا بين المنتخبين الإنجليزي والفرنسي، والتي تشير لغاية هذه اللحظة لتقدم المنتخب الفرنسي بهدف مقابل لا شيء سجله تشاوميني عند الدقيقة 17. نشاهد هذه اللقطات والأفراح للاعبين المغاربة والجماهير بهذا الفوز التاريخي للمنتخب المغربي. يا رب يكرمكم يا رب. يا رب تجيبوا الكاس يا رب. احتفالات كبيرة ورفع الأعلام المغربية في كل مكان، والزغاريد أيضا، وفرحة اللاعبين والجماهير المتواجدة داخل قاعة الانتظار في الفندق في مقر إقامة المنتخب المغربي هنا في العاصمة القطرية الدوحة. أفراح كبيرة للاعبين وللجماهير بالوصول إلى دور نصف النهائي. حزانة من في أتعاب معنا بي سبور هنا، حروب ومشاكل وفيضانات. بي سبور الغناء للاعبين والفرحة الكبيرة بهم. كابتن منير، ما هي أهمية هذه اللحظات بالنسبة للاعبين، بالنسبة للكادر الفني الذي يعمل على تحفيز اللاعبين قبل هذه البطولة وخلال هذه البطولة؟ مثل هذه الأجواء ما الذي تضيفه على اللاعبين؟ هي بالنسبة لنا، هي بالنسبة تحفيز للاعبين، هي أول شيء، وثاني شيء هي كتعطي ثقة زائدة للاعب المنتخب المغربي، لأن حتى ما نساوش بأن من وراء المنتخب المغربي هناك جمهور كبير، لأن هناك جمهور أنا بالنسبة لي رقم واحد، لأنه هو اللي كيخلق دوك الأجواء في الملعب. لأن تشوف المباراة تاع إسبانيا، أنا كنت حاضر داخل الملعب، والله يعني أشياء رهيبة، لأن حتى بالنسبة لهم هما اللي دفعوا بالمنتخب أنه حمسوه حفزوه ووصلوه لهذا المستوى، لأن الجمهور أنا بالنسبة لي رقم يعني مهم بالنسبة للمنتخب الوطني. وهذه الأشياء والاحتفالات اللي كنشوفوها يعني لا في المغرب ولا في الدول العربية ولا الإفريقية ولا داخل المقر تاع إقامة المنتخب المغربي، فهي حافز للمنتخب على أساس أنه يمشي يعني الأمام، ويحاول أنه حتى في المباراة الماجية هي في نصف النهائي لما لا لما يفوز في النهائي ويكون نهائي يعني يحضر فيه واحد المنتخب عربي، واللي حنسجلوه في التاريخ يعني المنتخب العربي الأول، لأنه حيعطي حتى دفعة بالنسبة للمنتخبات الباقية سواء على المستوى الإفريقي أو المستوى العربي، لأن لا مستحيل في كرة القدم. العمل والجدية والتركيز ممكن أنها توصلك لأبعد نقطة. ف يعني المنتخب المغربي بالنسبة لي أفرح الجميع، أفرح العالم، أفرح يعني الأمة العربية، الدول الإفريقية، النساء، الأولاد. يعني حتى في المغرب أشياء غريبة نشوفوها يعني في الشوارع، أمهات جدات أنهم اللي ما يفهموش حتى في الكرة، يعني الجدات يتكلمون على زياش ويتكلموا على أسماء، يعني ولا عندنا في المغرب الحين
غير الاسماء تاع المنتخب المغربي هما اللي كيتذكروا. فالحمد لله اننا يعني استطعنا اننا نوصلوا لهذه الدرجه، ونحاولوا اننا نعطيو صوره يعني تحفيزيه لجميع المنتخبات الافريقيه والعربيه. نشاهد هذه الصور من الدار البيضاء، والاحتفالات مستمره في الدار البيضاء، مستمره ايضا في عدد من العواصم الاوروبيه، نظرا لوجود جاليه مغربيه كبيره وجاليه عربية كبيرة مغربية وجالية إفريقية أيضا كبيرة في هذه الدول. أفراح لن تهدأ، لن ينام عشاق المغرب الليلة وعشاق النجاح. أيضا المنتخب المغربي لا يصل إلى هنا بالصدفة، يستحق مكانه، يستحق أن يتواجد في هذا الدور. أداؤه طيب من بداية هذا المونديال، ولديه عدد من الأسماء هي الأفضل في مراكزها لغاية هذه اللحظة على مستوى البطولة.